بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا احلى واغلى اخوات في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة وهنا وسرور وراحة بال ورضا من الرحمن، اللهم امين يا رب العالمين. اتفضلوا معانا غدانا النهاردة ان شاء الله. السمك المشوي او السمك المقلي فعلا تحفة وخطير. بتكات وتركات واضافات جديدة للسمك. بتخلي لك ريحة السمك تحفة وشهي وطعم زي ما انتم شايفين، وتاكليه وتحبي تاكليه على طول بإذن الله. وربنا يحسن ما بين ايدينا، وربنا يجعل بيوتنا كلها عمرانة بالخير، اللهم امين يا رب العالمين. اولا بشكر لكل حبيبي، بشكر لكل واحد يدخل على قناتي. كل واحد بيضغط لي لايك او بينزل لي كومنت بيديني دعم وحافز، فعلا بفرح بيكم جدا. ربنا يخليكم ليا، ربنا يزيدكم نعمة في حياتي يا احلى واغلى اخوات في الدنيا. ربنا ما يحرمني منكم، فعلا ربنا كرمني بيكم فضلا وليس امرا. بتمنى منكم يعني ايه تعملوا لنا لايك وتشتركونا في القناة وتضغطوا لنا كده باللايك، علشان بس ايه الفيديو يترفع معانا وكل الناس تشوفه. اولا نسمي ونصلي على الرسول وتعالوا. معانا كيلو رز من الرز المصري، صفناه حطينا معلقتين من الزيت. انا بحط زيت في الرز علشان يعني لو هيتحمر او ما يتحمرش انا بفضل الزيت، والزيت يكون ما فيهوش ريحه. حطيت له ملح كده وظبطته، قلبته لحد ما يتشرب ميته، لحد كده ما ايه ما ينشف معايا. كنت معايا ميه عاديه مغليه وحطيت لها مكعب مرق الدجاج، وبعد كده عنديك يعني بودره الزعفران. حطي لي نص معلقه، ما عندكش حطي له نص معلقه كركم بس كده. هحط نص معلقه انا كركم، ما لقيتش طبعا بودره الزعفران موجوده معايا فحطيت نص معلقه كركم زي ما انتم شايفين. قلبت كده كل المكونات بتاعتي، وبعد كده رحت ايه حطيت الميه على الرز. بعد كده تعالوا للسمك بتاعي زي ما انتم شايفين غسلينه ويعني مخلينه زي الفله زي القشطه. وبعد كده ضفنا له معلقه من الشطه، لو مش عايزاها استبعديها. معلقه من الكزبره الناشفه المطحونه، معلقه من الكمون المطحون، نص معلقه من الملح. الملح طبعا ايه ظبط الملح بايدك كده براحتك. معلقه توم مهروسه كده زي ما انتم شايفين. معايا كده عصره ليمون، بس انا صراحه هعمل تركايه فعلا تحفه وخطيره. كل السمك هيتشرب الليمون بطريقه عبقريه، يعني فعلا هتكوني مثلا انت مش واخده بالك ليها، بس فعلا حرفيا خطيره، وبتجلب لك ريحه السمك وبتخليها خطيره خطيره خطيره. يعني بتاكلي كده السمك تحسيه كله ليمون وما فيهوش اي زفره. تعالي معايا، انا عصرت كده عصره من الليمون العاديه، بس تعالي ورايا وانا ايه هعمل لك كده ايه حاجه كده تحفه. يعني لو عندك ليمونه واحده بس هتكفي معاكي، لكن لو كيلو من السمك هتكفي معاكي وهتكفي. ازاي؟ تعالي معايا كده اعملي لي ليمونتين، مش هضيف اكتر من ليمونتين. ليمونتين حطيتهم في الخلاط زي ما انتم شايفين او في الكبه. حطي لي عليهم نص كوبايه من الميه، يعني نص كوبايه شاي او فنجان من القهوه ميه بس. اضربي لي كده المكون الحلو ده الرهيب بس على كده من غير اي اضافات تاني. مجرد بس الخلاط ما هيشتغل عليهم، احنا كده هنجيب المصفايه بتاعتنا، وادي ضرب الليمون ضربته، وتعالي نحطوه عليه على احلى سمك. فعلا بيشرب ويبقى تحفه، بيبقى كله ريحته ليمون ومفيش اي زفره فيه. اعتمديها، ولو ليمونه واحده ما تقوليش لجارتك عليها. تعالي اعمليها وهتغطي معاكي كيلو باذن الله من السمك. كده انا هقلب السمك في بعضيه واخليه يتشرب التتبيله بتاعتنا الخطيره دي. ولو عايزه تضيفي وتخليه لونه اصفر حطي معلقه نص كركم او كاري او بودره الزعفران على الخليط اللي احنا حطيناه براحتك. بس انا ما بفضلش الكلام ده كله غير بعدين. وتعالي شوفيني برضو، كملي معايا للاخر وانتي برضو هتعملي الطريقه اللي انا هعملها وتطلع معاكي تحفه خطيره. شايفين الليمون ازاي؟ يعني هتضيفي الليمون براحتك يا ست الكل. وادي الرز بتاعي استوى وكان خطير فعلا، تحفه، ليه ريحه النكهه فظيعه. لو انت عايزه طبعا تعملي رز الصياديه اعمليه. احنا صراحه في مننا في كتير ما بيحبش الرز الصياديه، فانا عملت لهم الرز اللي هو ايه الرز الاصفر او زي الرز البسمتي، بس ايه رز اقتصادي على كد ايدينا. تعالي نشوف الدقيق هنبهره بنفس البهارات. هنحط الدقيق، هنحط شطه، هنحط كزبره، هنحط كمون، هنحط ملح بسيط عشان مملحينه، وبس كده كفايه. وتعالي قلبي لي كده الخليط ده كله
وتعالي امسكي لي سمكة سمكة، وتعالي يا سموكة حطيها في ايه، في الدقيق. يلا كده ربنا يحسن ما بين ايدينا. واكيد طبعا يعني انت لما بتعملي البانيه بتعمليها برضو بنفس الكفر او بنفس التتبيلة علشان تطلع معاكي تحفة. وفي اضافة تانية، لو معاكي يعني التوم بودر ضيفيه على الدقيق، انا ما كانش عندي فاستكفيت. عندك التوم بودر بيطلع ريحة، بيطلع ريحة خطيرة كمان. وكده في الدقيق حطيت معلقتين من النشا علشان يبقى مقرمش معاكي. برضو النشا مفيد، بيخليه كده ايه، ناشف معاكي وماسك نفسه، وما بيشربش زيت. يعني برضو في الطريقة دي حلوة. هنروح نجيب ايه بعد كده؟ نص معلقة كركم او نص معلقة بودر الزعفران، نضيفها على السمك واحنا رايحين نضيفه فين، نغطسه في المية كده، نديه تغطيسة. التغطيسة دي بتحافظ لك على السمك وبيحافظ لك فعلا ان هو ما بيشربش زيت برضو. والدقيق بتاعك يعمل كفر على السمكة بتاعتك وبتبقى خطيرة. هاخد واحدة زي كده ترشي عليها رشة من فوق وتضيفيها انت في غطسة المية دي، بتثبت عندك اللون، يعني بيبقى اللون زي اصفر كده، بس بيبقى اصفر كناريا، بيبقى حلو خالص. فالتركاية دي برضو بتحافظ عليه. لو انت حطيتيه من الاول للاخر، في ناس بتحط مثلا كركم بتحسي فيه مرارة كده في الآخر، لا ده احنا بناخد اللون بتاعه وفي نفس الوقت بإيه، بنخلي الطعم بتاعه والشكل النهائي ممتاز ويجنن فعلا. كده بالطريقة دي حرفيا السمك بتاعك هيتاكل، وبصي هيطلبوه منيكي كل يوم. وفعلا الأكلة دي أنا بحبها من زمان وبعملها بالطريقة دي وبعتمدها، بتبقى خطيرة وطعمها تحفة ويجنن. ويا رب كده نلنا إعجابكم في مشاهدة الفيديو بتاعنا، ويا رب كده يخليكم ليا ويزيدكم نعمة في حياتي يا عيلتي التانية. كده قدمنا معاكم السمك المقلي اللي بتكات وتركات وإضافات جديدة وحصري على قناة أم آدم. وفعلا وصفة هتعجبك، وصفة هتحبيها، وهتحط الإضافات والتركات اللي أنا أضفتها واعتمديها، وادعي لي دعوة من قلبك بالتوفيق، وربنا يحسن ما بين إيدينا كلنا، وربنا يخليكم ليا. وشكرا لكم، شكرا لمشاهدتكم، واشوفكم في فيديو آخر، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.